السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أمر محرم. واعلم يا عبد الله أن كل أمر محرم فهو محرم لأنه ضار بنا، ومن الممكن أن يؤذينا أو ينهي حياتنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي أخبرنا الله عز وجل فيه بالحلال والحرام، والحمد لله الذي أنزل كتابا يهدينا ويرشدنا، وأرسل رسولا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا لنا وأسوة وقدوة لنا، يعرفنا بكل أمر هو ضار بنا فنتجنبه، ويعرفنا بكل أمر محبوب خير يجب أن نفعله. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الأمور التي حرمها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مجامعة الزوجة أثناء فترة الحيض. حرم الله عز وجل الجماع خلال فترة الحيض لما فيه من أذى وضرر للمرأة والرجل على حد سواء. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عندما نزلت هذه الآية الكريمة قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، متفق عليه. فهذا يدل على تحريم الجماع تحريما باتا، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة الكرام. فيما ذهب بعض أهل العلم لإجازة المداعبة والعلاقة الحميمة غير الكاملة مع الزوجة الحائض مع تجنب تلامس في منطقة الحيض وتجنب العلاج من غير جماع فيما فوق السرة وتحت الركبة، فهذا جائز باتفاق العلماء. وكذا المباشرة فيما بين السرة والركبة من فوق حائل، أي إيذار أو سراويل أو غيرها. أما ما بين السرة والركبة ما عدا الفرج والدبر فقد اختلف العلماء في ذلك. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته الكرام بالاتذار ثم يباشرهن، كما جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تعتذر بإيذار في ثور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. فهذا يدل على جواز الاستمتاع بالزوج الحائض فوق الثياب، وهذا ما يحل لصاحب الزوجة، كما قال بعض العلماء أن ممارسة الجماع مع زوجتك في فترة الحائض من الممكن أن يؤذيها ويؤدي إلى أمراض كثيرة، ولك أيضا. فإن سألت لماذا حرم الله عز وجل الجماع في فترة الحيض، نقول: عند حدوث جماع أثناء فترة الحيض من الممكن أن تدخل الحيوانات المنوية إلى الأوعية الدموية من خلال المكان النازل في جدار الرحم، وعند دخول الحيوانات المنوية إلى دم المرأة
يقوم جهاز المناعة لدى المرأة بتكوين أجسام مضادة للحيوانات المنوية، وهذا مما يؤدي إلى الإجهاض وعدم حدوث حمل في المستقبل بسبب وجود الأجسام المضادة. كما أنه من المحتمل حدوث التهابات وانتقال للأمراض، لأن دم الحيض وسط جيد لنقل البكتيريا والفيروسات للطرفين المرأة والرجل على حد سواء. ويجب مراعاة الحالة النفسية للمرأة، فعادة تقل الرغبة الجنسية أثناء الحيض لدى المرأة، وحدوث جماع في تلك الفترة من المحتمل أن يؤدي إلى التعب النفسي والضيق عند المرأة. ولعدم وجود رغبة الزوجة في الجماع تكون الإفرازات المهبلية قليلة، مما يؤدي إلى صعوبة في الجماع، وهذا يترك آثارا سيئة على نفسية المرأة. ولأجل هذا حرم الإسلام جماع المرأة في فترة الحيض. كما أن من هذه الأضرار أنه في حال كانت المرأة مصابة بأي مرض أو التهاب جنسي قد ينتقل هذا المرض للزوج من خلال دم الحيض. ومن الأمراض الجنسية التي قد تنتقل بالممارسة الجنسية نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي، أعاذنا الله وإياكم من كل مرض وداء. كما أن من الممكن أن يتسرب دم الحيض إلى الأعضاء، أي أعضاء الرجل، فالجماع أثناء الحيض يؤدي إلى تسرب دم الطمس والمفرزات المهبلية لداخل الإخليل، فقد ينتج عنها حدوث التهابات عديدة مثل التهاب الغدد المنوية والبروستات والبربخ والخصية، وتسفر عن ألم شديد خاصة أثناء المشي والتبول والجلوس. وينتج ذلك حدوث الفوضى والاتساخ. فأكبر عيب لممارسة الجنس أثناء فترة الحيض هي الفوضى، حيث يمكن أن يتساقط الدم عليك وعلى شريكك وعلى الفراش أيضا. كما يحدث الإحراج أمام الزوج، فإن نزول الدم والرائحة الكريهة كذلك قد يجعل المرأة تشعر بالإحراج ويشغلها عن المتعة أثناء ممارسة الجنس. وأيضا يحدث الاشمئزاز عند الشريك، فهناك احتمالية كبيرة لإصابة الزوج بالبرود الجنسي بسبب الاشمئزاز الذي سيشعر به لوجود الدم بداخل وخارج المهبل ولرائحته الكريهة الغير مستحبة على الإطلاق. أما الإصابات التي قد تؤدي لوفاة الزوجة منها العدوى والأمراض الجنسية، حيث أن المرأة في هذا الوقت تكون ضعيفة جسديا. كما أن حدوث الدورة الشهرية قد يؤدي إلى مجموعة من التغيرات، من أهمها أن عنق الرحم يكون مفتوحا، لذلك يمكن لأي سائل المرور لداخل مما يسهل إصابتها بالأمراض المنقولة الجنسية. كما يحدث أيضا لدى المرأة زيادة احتمال الإصابة بالسرطان، فيوجد بعض الدراسات الحديثة غير المؤكدة تبين وجود علاقة بين حدوث سرطان عنق الرحم وحدوث الجماع أثناء فترة الحيض. ويؤثر الجماع أثناء فترة الحيض كذلك على مناعة المرأة. السائل المنوي للرجل يحتوي على مادة البروستاجلاندين، وهذه المادة قد تدخل إلى الدورة الدموية للأنثى لعدم وجود أي مقاومة للجراثيم بالمهبل، حيث تنتقل عبر عنق الرحم المنفتح خلال هذه الفترة، منتقلة إلى باطن الرحم من خلال غشائه المتسلخ، وينتج عن دخول هذه المادة إلى مجرى الدورة الدموية للأنثى حدوث نقص شديد في مناعتها، وقد تتعرض بذلك للهلاك عند إصابتها بأي مرض. لكن من المطمئن أن بطانة الرحم تقوم بإفراز مادة مضادة للبروستاجلاندين
تعدلها وتمنع تسربها إلى جسم المرأة إذا حصل الجماع وقت الطهر. كما يحدث مخاطر الانتقال بعد الجراثيم والبكتيريا، في العديد من الجراثيم والبكتيريا تعيش على العضو الذكري بشكل طبيعي، ويمكن أن تنتقل هذه الجراثيم للجسد أثناء عملية الجماع، وخلال فترة الحيض لا تجد هذه الجراثيم أي مقاومة من المهبل، فيزيد خطر دخولها إلى الرحم عبر غشائه المتسلخ إلى مجرى الدم، وهذه المسألة قد تتسبب التهابات خطيرة في الرحم ومنطقة الحوض والمبيض، وفي بعض الحالات قد تتسبب العقم والعياذ بالله. كما تنخفض درجة الحرارة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة، ومع انخفاض درجة الحرارة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم، فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل. لهذا لا يجب على الزوج جماع زوجته في فترة الحيض نهائيا، كما أخبرنا الله عز وجل. وفي الختام نقول: اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك يا الله رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.